السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. في ليج بعد رباعية اليابان، أنا المدرب الأنسب لألمانيا. واصل منتخب ألمانيا نتائجه المخيبة تحت قيادة مدربه هانزي فيليك بسقوطه المدوي على يد اليابان وديا بنتيجة 4-1 أمس ضمن تحضيراته لبطولة يورو 2024 التي سيستضيفها البلاد العام المقبل. وتلقى المنتخب الألماني ثالث هزائمه المتتالية ليدق ناقوس الخطر قبل البطولة المرتقبة. وعلق فليك على الهزيمة بعد المباراة، وهو ما أبرزه موقع سبورت 1، حيث قال: نشعر بخيبة أمل بالغة، واليابان تملك فريقا رائعا ولم نستطع اللعب بدفاع مترابط، بالإضافة لفشلنا في خلق الفرص للتسجيل. ورغم ذلك أشار المدرب الألماني إلى بداية فريقه للمباراة بشكل جيد قبل أن يسجل المنتخب الياباني من أول فرصة سنحت له، مضيفا: كان هناك القليل من الدعم الجماهيري داخل الملعب. وأقر فيليك بأحقية اليابان في الفوز، مشيرا إلى ارتكاب فريقه مجموعة من الأخطاء الفردية التي كلفته الخسارة. وبسؤاله عما إذا كان المدرب الأنسب لقيادة المنافسات، أجاب: أظن ذلك، لكني أدرك أن هناك الكثير من التغيرات في عالم كرة القدم ولا يمكنني معرفة ما سيحدث. وتم حديثه: من جانبي أرى أنني رفقة الطاقم الفني نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة، وأظن أننا نعمل بشكل جيد، وكذلك أراني المدرب الأنسب. وبكده يكون انتهى الخبر. متنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.